لو انت متابع السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت والسكوترات ال 150، فده واحد من السكوترات اللي كان عليه ضجه كبيره، الزونتس الدي 150، النسخه المصغره من اخوه الكبير الدي 350. ناس كتير كانت مستنيه ان هو ينزل باعلى مواصفات وبارخص سعر، فالنهارده هنشوف هل السكوتر ده فعلا زي اخوه الكبير بالظبط، فرق الموتور بس، ولا هو قيمه مقابل سعر قدام المواصفات ولا لا. فتعالى ناخدكم لفه عليه ونقول لكم المواصفات. يا مساء الفل متابعين. طبعا الايام دي بنحاول نغطي لكم جديد السوق، وواحد من اكتر السكوترات اللي عامل ضجه هو الزونتس الدي 150. والسكوتر ده عامل ضجه لان هو اكبر واكثر سكوتر تطورا في رينج السكوترات ال 150 الصغيره والاوسع ما بينهم، وكانت في ناس حاطه امال كبيره قوي عليه ان هو يكون السكوتر الانسب بالنسبه لها. فالنهارده هناخدكم لفه عليه ونقول لكم كل تفاصيله، ولكن عايز اقول لكم ان الفيديو ده هيفاجئكم في كام حاجه. وكالعاده احنا اكتر ناس بنحاول نتكلم بحياديه، لان انا ما عنديش معرض ولا في اي حاجه تقدر تخلي المحتوى ده موجه لجهه ما، سواء وكيل او معرض او غيره. ولكن لو عجبك الفيديو ده فدعمنا فيه معرض الريان ان هو يتيح لنا فرصه تصوير، بياناته تحت لو عايزين تشتروا بالسعر اللي هنقول عليه في الفيديو. السكوتر دي 150 زي ما احنا هنشوف اللوجو اللي موجود هنا. السكوتر ده جاي كوبي بيست من اخوه اللي نزل قبله اللي هو دي 350، وده سكوتر ماكسي سكوتر او سكوتر زي ما بيقولوا السكوترات الواسعه الجميله. فالسكوتر ده لو انت بتدور على سكوتر الاوسع في الفئه دي في فئه السكوترات الصغيره ال 150، السكوتر ده هينفعك، هو اختيارك الاساسي. ومن غير ما تكمل حتى بقيه الفيديو، للناس اللي هي مثلا طويله او عريضه او تقيله، فالسكوتر ده اكبر سكوتر في الفئه بتاعته. السكوتر ده جاي بمواصفات حلوه هنستعرضها لكم من بره خارجيا الاول، وندخل على المواصفات الميكانيكيه، وفي النص هنقول لكم الاختلافات اللي هي ما بين الدي 350 والدي 150 اللي هو ده. لان في ناس كتير كانت بتحسب على تسعيره الجيد اللي هنقوله في اخر الفيديو، بيحسبوا ان هم شالوا الموتور ده ال 350 وحطوا الموتور ال 150 وبس، ولكن ده غير حقيقي. وده فعلا انا كنت بحسبه وطلع غير حقيقي، في اختلافات كتير جدا بناء عليه السعر بقى اقل كده. طبعا السكوتر ده النص تقريبا سعره، السكوتر التاني ده ب 200، ده تقريبا ب 110. طيب خلينا نقول السكوتر الاول جاي باضاءه LED بالكامل. هنا في عدسات زي الدي بالظبط 350، وهنا في الرمش الجميل ده، وده شكله حلو جدا. السكرين الاماميه سكرينه قصيره، وبصراحه ده تعليق رخم جدا، ازاي ما يبقاش في سكرينه كبيره على بادي زي ده كبير. انا وجهه نظري شكلها مش ظريف، خصوصا شكلهم ان هم شالوها عشان يقللوا التكلفه، لان الزرار بتاعها موجود هنا، موجود زرار سكرين الكهرباء بس مفيش سكرين الكهرباء. طيب بالنسبه للعجله الاماميه، العجله الاماميه فيها ديسك، الفرامل ديسك امامي وخلفي، ولكن مفيش ABS، مع ان في الرينج بتاع الABS بس مفيش ABS. وده برضو تعليق مش ظريف بالنسبه للسكوتر في الفئه السعريه دي ومن الشركه الفخمه دي او الكويسه دي، هو بالنسبه لحجم السكوتر ده. دول اكتر تعليقين وحشين في الفيديو. نكمل الشكل الخارجي. بصراحه السكوتر هتلاقوه بشكل واسع جدا، عشان كده بقول لكم ينفع لاي حد تقيل او طويل، مكانين للرجل ترتاح فيهم. وبصراحه السكوتر خارجيا كمان شكله ظريف من ورا، نفس بالظبط الدي 350. اضاءه الخلفيه كبيره وواسعه وشكلها حلو، وبصراحه شكلها جميل جدا. طبعا 4 مساعد امامي وخلفي، ودي الفرامل الخلفيه. الفرامل تقريبا كمان مش CBS يا جماعه ولا ABS، فدي حاجه مش عارف ليه عملوا كده. ندخل على جواه المقصوره الداخليه، المقصوره بتاعه زونتس بنفس الكتل بتاعتها المضيئه، شكلها جميل هنا وهنا. ولكن التعليق الوحيد ان هم كمان هنا شالوا الشاشه بتاعه الالوان اللي بتدعم توصيل الموبايل اللي فيها كل الدلع، وحطوا شاشه مانيوال عاديه صغيره. والشاشه دي لما بتتشال بتشيل مش بس توصيل الموبايل وبلوتوث، بتشيل كمان نظام تحذير ضغط الاطارات، بتشيل كل المواصفات وبتخلي سكوتر خام شويه. وده تعليق رخم جدا. انا ما اعرفش بقى هم شالوها كتقليل مواصفات، الشاشه شالوها، السكرينه شالوها، والABS ولا ايه يعني، انا مش عارف. وهنا لسه السكوتر بصمه، والدرج ده كهرباء، حاجات بقى ايه زونتس هي بتحاول تخلي كل حاجه كهرباء. الدرج ده بيتفتح بزرار كهرباء. السيت والفيول زي ما انتم شايفين، ده الفيول وهنا السيت. الشنطه بتاعته شنطه ظريفه، تاخد خوذه، مش هقول لك اوسع حاجه، ولكن شنطه بصراحه مميزه ولا تعليق على النقطه دي. السكوتر احلى حاجه فيه انك هتلاقي انظف خامات موجوده في السوق. خامات كل حاجه تلمسها من هنا وهنا، وكل الخامات والزراير دي انظف خامات ما بينه هو والمنافسين اللي هنتكلم عليهم كمان شويه.
طيب نيجي بقى للمحرك. المحرك بتاعه هو محرك 150 تبريد ميه، وهندخل هنا هنلاقي الرادياتير بتاعه موجود هنا. المحرك ده تبريد الاساسي موجود فيه ميه، رادياتير صغير زي بقيه السكوترات عشان بس يدعم ان الاداء بتاعه يبقى الافضل في الزحمه، والزيت بتاعه يكون عمره افضل واطول. وبالتالي السكوترات التبريد الميه دي مش بتحتاج رادياتير كبير هنا في المكان ده زي الزونتس 350 مثلا. منافسين السكوتر ده دلوقتي في السوق المصري هو اولهم الاس واي الجيت 14 ايفو، وتاني واحد هو الليدبي الايلاند اللي هو ب 105. طبعا جيت 14 ايفو ب 135. السكوتر ده جاي في النص ما بينهم. اقوى واحد فيهم في المواصفات هو الليدبي طبعا وب 105، فهو احسن واحد في المواصفات وارخصهم يعتبر في السعر، فبصراحه لسه الكفه بالنسبه لي ترجح ناحيته. الزونتس حلاوته ان هو من شركه موثوقه، الجوده بتاعته كويسه، وهو الابن المدلل لابو حوا. فابو حوا لو معروف عنه انه ما بيوفرش قطع غيار بسهوله، السكوتر ده مستقبله في قطع الغيار المفروض يكون افضل حاجه بالنسبه لوضع ابو حوا. اللي عايز بقى الامان ويقعد يعني مرتاح البال في قطع الغيار واعاده البيع واستمراريه بيع السكوتر، اشتري الاس او ام الجيت 14. السكوتر ده سعره 110,000 جنيه. وقولوا لنا في التعليقات ايه رايكم في السعر والتسعير والمواصفات، ولو انتوا مكاني هتشتروا انهي واحد من الثلاث خيارات دول.